ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بحبكم في الله. تعالي بقى انت وهي اقولك ازاي بربي فراخي وبكبرها وباكل حاجه بيتي وحاجه نظيفه، زي ما انا كنت منزله لكم في الفيديو اللي قبل كده ازاي جبتهم وازاي حضنتهم وبتعامل معاهم ازاي وبستقبلهم على ايه. هقول لكم بقى النهارده يعني اول اسبوع ليهم. انا بعد اسبوع نضفت لهم، بعد 6 ايام بالظبط. احنا كنا بالليل، يعتبر 6 ايام مش اسبوع. انا هنا كنت فردشة آه، كرتونة وحطاها كده مفتحاها وحط عليها طبقة نشارة. ممكن لو مش عايزة تحطي نشارة على طول، بس الكرتونة بتسهل عليا زي ما انتوا شايفين كده ان انتي بتشيلي بالنشارة على طول. طبعا الارض مش يعني النشارة مش بتلزق في الارض، وبالاخص لو كانت سيراميك ولا اي حاجة، لا، بتنضفي لهم بسهولة جدا جدا. وبتشيلي كده النشارة وبتشيلي الحاجة، والنشارة بتبقى ناشفة كمان، شاربة كل حاجة. ما فيهاش اي حاجة، ما عليهاش حاجة. يعني الكرتونة بتسهل عليكي ان انت تشيلي كده. وفي ناس بقى مش بتنضف لهم، في ناس بتفضل لحد عمر 20 يوم او 15 يوم مش بينضفوا لهم، بيفضلوا كل يوم يحطوا طبقة نشارة. فانا بقول لا، لان هم عندي في الشقة. هو في ناس بتعمل كده وده عادي، هم واخدين على كده. انا ولا هنا ولا لما بطلعهم فوق في مكانهم على السطح بعمل كده. دايما بنضف اول باول. ليه بقى؟ بحس برضو ان مهما كان في ريحة بتطلع عليهم. الحمام بتاعهم بيبقى يعني شديد. الفراخ البيضة بتبقى حساسة غير الفراخ البلدي، بتبقى عايزة عناية جامد قوي. بتبقى يعني بتحس من اقل طريقة، يعني من اقل حاجة ولا ايه. فالمهم لو عايزة تنضفي تنظيفة صح وتربي تربية صح، فانت هتعملي كده كل 3 4 ايام 5 ايام. كل ما يكبروا هتنضفي لهم. كل ما تنضفي المكان وما يبقاش فيه ريحة، ما يتعبوش منك في حاجة اسمها امونيا. الفراخ بتتعب، بتيجي من الريحة اللي هي بتطلع من الحمام بتاعهم، لان بيبقى شديد بتطلع على عينيهم. ده بيخلي العين ما تشوفش او تدمع، دي اسمها امونيا، بتجيب لها علاج. في حاجة تانية اسمها كوكسيديا، الحمام بتاعهم اللي بيقفوا عليه باستمرار برضو ده بيخليهم يعملوا حمام احمر، اسمه كوكسيديا. ده بيبقى من قلة النظافة، برضو بتجيب علاج. فاحنا مش عايزين نربي كتكوت او نربي فرخ بعلاجات كتير، مش عايزين ندي تحصينات كتير، علاجات كتير. يعني بنستكفي بالتحصينات. ولو هنجيب مثلا حاجة زيادة وزن معانا، زيادة وزن برضو بتبقى أعشاب، مش بتبقى أي علاجات تانية، يعني هرمونات أو حاجة، لأ. بتبقى بس زي زيادة الوزن، ده أعشاب بتجيبها من عند الدكتور اللي انت بتجيبي منه أو من المعمل اللي انت بتجيبي منه. بيخليهم عايزين ياكلوا كل شوية، متقبلين على الأكل. في برضو من ناس بتحط عسل اسود، ده بيجوعهم وبيخليهم يعطشهم على طول. بيخليهم يشربوا وياكلوا ده او ده. انا برضو بحط عسل اسود، بيخلي طعمهم مسكر جدا، بيخلي اللحم بتاعهم مسكر قوي. بصوا بقى هنا البتاعة دي عشان كانت هي مش كرتون، هي حاجة تقيلة كده زي الكرتون بس فيها حتة جبس. انا كل ما كنت احطها كانت بتقع عليهم لان ما كانتش مظبوطه، كان تحتها نشاره. فانا كنت حطاها مميلاها. هنا طبعا زي ما انتم شايفين المكان بدأ يضيق عليهم شويه، فانا هسيبهم يومين وهوسع لهم. هتوسع لهم ازاي؟ انا عندي تربو، هشيل وهزق البوتاجاز هناك وهوسع لهم برضو. وانا بعمل الخطوه دي هوريكم. هسيبهم هنا عندي لحد ما يتموا 15 يوم. لحد ما يتموا 15 يوم اكون ظبطت لهم المكان بتاعهم فوق وعقمت لهم الدنيا وقفلت عليهم كويس جدا، لان لو في اي حاجة ولا حشرات او حاجة بتخافي طبعا. فهسيبهم هنا لمدة 15 يوم وهطلعهم فوق برضو معاكم. وكل 4 ايام هنضف لهم، كل 5 ايام هنضف لهم، كل ما الاقيهم محتاجين النظافة. بس كل ما هتوسعي المكان كل ما هيكبروا اكتر، كل ما هيعرفوا ياكلوا يعني احسن. آه هتلاقي مثلا يعرفوا يشربوا اكتر، يعرفوا يناموا يمددوا. بصوا هما كده بسم الله ما شاء الله بدأوا يريشوا. عمر 6 ايام كده بدأوا يريشوا. والفراخ البيضة في خلال لو يعني راعيتيها كويس جدا، في خلال 35 يوم ممكن تذبحي منهم. 35 يوم مفيش الكلام ده، لا في الكلام ده، في الكلام ده. وانا اللي بقولك بصي بقى، ما تقوليش لي لا ازاي هربيهم وازاي هربيهم في المطبخ. انا مربيهم في المطبخ. انا كان ممكن ما انضف لهمش لان ما كانش تحتهم اي حاجه، بس قلت لا هنضف لهم معاكم عشان تشوفوا ان ازاي يعني لو حابه تربي مفيش حاجه تمنعك. مفيش حاجه تمنعك ازاي تقولي المكان ضيق؟ انا المطبخ بتاعي ضيق جدا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، كل حاجة فيه يعني ملياه.
الغسالة موجودة والتلاجة والبوتاجاز والمطبخ، وحاطة تربو. فطبعا المطبخ عندي مليان، فانا المكان ده مكان الباسكت بتاع الزبالة، فانا شلته. المكان ده مش ياما على فكرة، المكان ده نص متر او اقل كمان. الفراخ وهي صغيرة بتبقى مش عايزة مكان كبير، يعني مش عايزة مكان كبير، كل ما تضايق لهم احسن. وتسقطي اللمبة عليهم، وانا اللمبة دي مش بطفيها. احنا نعم الجو حر، بس لازم من درجة الحرارة تبقى ثابتة. تبقى ثابتة اللي هي ازاي؟ لان الجو بالليل بيجي يبرد، فطبعا لازم من درجة الحرارة تبقى ثابتة، ما تبقاش طالعة نازلة. طول ما هم متدفيين وطول ما هم كويسين هتلاقيهم بياكلوا وبيشربوا وبيناموا، ومفيش حاجة بتعطس معاكي. حاولي بقدر الامكان لو رعيتي الكتكوت اول 15 يوم ما يتعبش منك. بعد ال15 يوم تبدأي ان شاء الله الفرخة معاكي يتحول، بعدها باسبوع تبدأ تذبحي. يعني تذبحي على عمر 35 37 يوم. 40 يوم ممكن، يعني 40 يوم تذبحي وبس. انا بفضل انك تذبحي بعد العمر 45 يوم و50 يوم، لان بعد ال15 يوم الاولانيين بيبدأوا يتحولوا. بعد كمان ال15 يوم التانيين بيبدأوا يتحولوا احسن واحسن، اليوم بتاعهم بيبقى بيومين. بيبقى بيومين ازاي؟ يعني بدل ما تذبحي مثلا الفرخ على عمر 30 35 يوم 2 كيلو، لا، بتستني مثلا عمر 40 يوم 45 يوم بتبقى 2 كيلو بيفرق معاكي بقى. يعني لو انت بتبيع او بتطلعي الاوزان ده تفرق معاكي في اسبوع، هتلاقيهم وزنوا معاكي فرق حلو. لو طبعا 10 فرخات في نص كيلو زيادة هتلاقي 5 كيلو. ال5 كيلو هتحسبيه، شوفي الكيلو هيبقى بكام، ب80. هتلاقي ال5 كيلو ضربوا معاكي فلوس. المهم مشي نفسك، اللي عايزة تعمل حاجة مش يعني ما تعقديش نفسك، اللي عايزة يعمل حاجة بيعملها. عايزة تربي وعايزة تاكلي حاجة نضيفة هتربي. انا ما كنتش فرشة السجادة، بس فرشتها معاكم هنا عشان تعرفوا ان انا عايشة حياتي طبيعية. بتشغلي البوتاجاز براحتك، بتشغلي الفرن براحتك. مفيش ريحة خالص. كل ما تنضفي وتعقمي. انا سيقت بكلور، يعني ما سيقتش عندهم، لا. انا شلت بس الحاجه بتاعتهم، ما كانش مستدعي ان انا اشيلهم واسيق مكانهم. انا شلت النشاره اللي هم كانوا عليها، وفرشت القماشه دي بدل كرتونه. مثلا ما لقيتش كرتونه ففرشت دي، وحطيت عليها طبقه نشاره. برضو بكره ولا بعده حاجه ازود طبقه نشاره كمان. بحيث ان كل ما احس ان هم يعني محتاجين طبقه نشاره هزود لهم طبقه لحد ما اغير لهم. هتشيلي القماشه اللي انت حطاها دي، وهتلاقي نفسك بأسهل مما يمكن. شلتيها وحطيتي واحدة تانية وفرشتي نشارة. زي ما انتوا شايفين المطبخ عندي رايق، مفيهوش اي حاجة. هما مش مضايقني في حاجة خالص، مش مزاحميني في حاجة. لو عايزة تربي ابدأي من دلوقتي، هاتي 10 كتاكيت وابدأي. يعني ربيهم اول اسبوع مش بياكلوا خالص. يعني ممكن لو جايبة 10 ممكن ياكلوا معاكي كيلو ونص علف، بس مش اكتر. مش هتحسي ان انت يعني اهملتي او ان انت جبتي حاجات كتير او اي حاجة.